الربط بين أزمة إيران الداخلية وبين أزمتنا في العراق اللي ما لها حل راح يصير لها حل. هذا الربط مهم جدا. أولا الآن وين رايحة إيران؟ الآن جاء وزير خارجية عمان ورجع عرقشي من لبنان والتقوا في طهران، وعلى أساس أبو عمان يروح للولايات المتحدة، وهناك دا يجددون نضرب ما إيران ما نضرب إيران، لأن ذول القواعد الأمنية اللي قاعد تذبح بالمتظاهرين. الآن قاعد يذبحون بالمتظاهرين. الآن القتلى داخل إيران تجاوزوا 1000 و2000 و3. فشي يقول احنا راح نروح بالسيناريوهات الثلاثة. أولا يسقط نظام إيران. إذا سقط نظام إيران ذولا ايش راح يصير لهم حال؟ ذولا راح يحاولون أنهم ما يروحون أبد وراح يبقون متمسكين بالسلطة، بس الوضع الإقليمي والدولي والمحلي ما راح ينسجم وياهم، وبالتالي راح يواجهون شيء ما واجهوه خلال هاي الفترة من 2003 إلى اليوم. السيناريو الثاني، لا إيران ما تسقط لكنها تبقى مستنزفة وضعيفة في هذا الموضوع، وهذا أيضا له علاقة بما سيجري في العراق في هذا الشأن. والسيناريو الثالث، لا إيران تقوى وتتصلب، وبالتالي ارتباطها بالعراق بحيث مثل ما يقول توماس براك إيران ستقاتل عن آخر قلاعها في العراق. زين، كيف سيكون حال الميليشيات الإيرانية في العراق في هذا الشأن؟ حلقة اليوم مهمة، شوفوا.